انت متخيل ان الوش ده حصل فيه كده من مجرد استخدام يد واحدة فقط؟ واللي عمل كده كان هو المجرم اللي بيرقص قدامك ده، الامريكي الاشول عبقري الدفاع خليفة كروفورد شاكور ستيفنسون. طب هو مين اللي كان متخرشم في الاول ده يا كوتش؟ اكيد يعني لاعب هاوي او ملاكم عادي مش بطل وموهوب. احب اقدم لك يا صديقي تيفيمو لوبيز، بطل العالم في الوزن الخفيف 135 رطل، وبطل عالم موحد. وتعالى خليني اقول لك يعني ايه موحد. موحد دي يعني معاه جميع الالقاب، يعني حصل على جميع الاحزمه. وفي ناس بتعيش وبتموت في الملاكمه وهي ما خدتش حزام واحد بس، اي بي اف بقى، دبليو بي سي، دبليو بي او، دبليو بي اي، وكمان خد حزام مجله زارينج. وفي الوزن المتوسط 140 رطل برضه معاه حزامين، الدبليو بي او وحزام زارينج. يعني احنا بنتكلم عن واحد بطل عالم، قوه موجود، سرعه موجود، مهاره عاليه قوي موجود، طاقه ما بتخلص، استمنة عاليه، دقه في الضرب، كل حاجه زي ما انت عايز تقول قول. فاحنا مش بنتكلم على ملاكم هاوي او اي كلام او اي ملاكم، بس كل اللي بنقوله ده بقى كان واقف قدام شاكور ستيفنسون كانه ملاكم هاوي لسه بيتعلم. معرفش يعمل معاه اي حاجه. 12 جوله، ال 11 جوله خسرانهم، وجوله واحده بس هي اللي فاز بيها وبطلوع الروح. ما قدرش يسدد اي لكمات قويه لشاكور، ما قدرش يعمل معاه اي حاجه. طيب وكل ده ليه؟ كل ده علشان شاكور ستيفنسون ملاكم ذكي جدا، واستخدم الجاب الاستخدام الامثل ليه. حافظ على المسافات، ضرب جابات سريعه وقويه حاده ودقيقه، وكل ضربه منه كانت عارفه مكانها وعارفه طريقها. زي ما قلت قبل كده، الجاب هي ملكه كل اللكمات. حتى الجاب نفسها في منها جواها انواع كتير قوي. فشاكور في النزال ده اعطانا درس في كيفيه استخدام الجاب، وازاي انك تقدر تكسب ماتش كامل باستخدام يد واحده بس. وده اللي هنعرضه النهارده يا صديقي. هنحلل ونشرح ازاي عمل كده وبالتفاصيل وواحده واحده زي ما اتعودنا مع بعض. فلو اتحمست حط لايك ودعمني، ولو انت لسه جديد واول مره تشوفني فاعمل اشتراك، علشان صدقني كوتش مهنا هو مرجعك الاول في الملاكمه في الوطن العربي. واسمحوا لي اقدم لكم نفسي للي بيشوفوني اول مره. انا كوتش مهنا، خبره اكتر من 18 سنه في عالم الملاكمه، والخبره دي دراسيا وتطبيقيا، وعلى اساسه بقدم لك كل اللي بتحتاجه في عالم الملاكمه، ومستندا للعلم وبطريقه سهله وبسيطه ومش هتلاقيها عند اي حد تاني. فمن غير ما اطول عليك يلا بينا نبدا. من بداية الجولة الأولى وزي ما هو متوقع، كان تيفيمو لوبيز هو الملاكم الأكثر عدوانية. حاول إن هو يخدع ويشتت شاكور ويلعب على الفنتات والزوايا، لكن شاكور كعادته سيطر على المسافة باستخدام اليد الأمامية وحركة القدمين، وبسبب ده قدر إن هو يسحب لوبيز لمعركة اللي بيكسب فيها هو اللي عنده سيطرة أكتر باليد الأمامية. وده خلى لوبيز يحاول إن هو يخترق المساحة بتاعته ويلجأ لتقنيات حركية زي الشيفت علشان يحاول ان هو يفاجئ شاكور. وواضح جدا ان فريق شاكور عمل واجبه كويس جدا، وعارفين ان لوبيز بيحب يستخدم التحولات الحركيه ضد الملاكمين اللي هم بيقفوا ساوي سبو. طبعا استراتيجيه التغيير دي فيها مخاطره ومكافاه في نفس الوقت. هي طريقه مفيده لاغلاق المسافه ومباغته الخصم، بس في نفس الوقت بتخليك محطوط في خطر وفي وضع مكشوف وضعيف. وشاكور كان ببساطه بياخد خطوه للخلف، ومع مستوى الوعي العالي عنده والتوقع الذكي اللي عنده كان بيقدر ان هو يرد بسرعه بكونترات قويه بالجاب، ضربه مستقيمه طويله بدل ما يرمي هوكات واسعه. وده مش بس خلاه دفاعه اكثر احكاما، ده كمان خلاه اسرع في طريقه الهجوم من النقطه A to B. ولكن برضو احيانا كان بيحط التشيك هوك ويطلع بره زاويه الخطر تماما. I seen T.O. when we was in the amateurs. Everything that I seen was there tonight. Like the things that I kind of saw on tape and on film, it was all in front of me tonight. And there is benefits from watching tape. وعامل تاني مهم جدا في فوز شاكور ان هو لما كان بيضربه بالجاب كان بيحط جاب قويه جدا للدرجه اللي بتخلي الخصم يتردد انه يلتزم بالهجوم الكامل. وده بدوره خلى تيفيمو متردد جدا في ان هو يفتح لعب جديد. ومن وجهه نظري كان واضح ان في فرق مهارات ضخم جدا في الجولات الاولى، او على الاقل في فرق كبير في كيفيه استخدام هذه المهارات. تيفيمو كان مقاتل بيعتمد اكتر على الغريزه، وكان باين عليه الضياع في داخل الحلبه، وما كانش عارف ازاي يكسر المسافه او يعدي الجاب بتاعه شاكور. احيانا لما كان بيهاجم ويخطئ كان بيقف للحظه كانه محتار ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وده بسبب ان يده الاماميه كانت منخفضه واعتماده على وضعيه الكروس جارد. وده فتح الطريق لشاكور ان هو يحط جابات كتيره قوي في المكان ده. وفي الوقت اللي كان فيه شاكور بيكتفي بالكونترات الجميله وبعض الكومبينيشنز البسيطه، كان في لحظات في الجولات الاولى انا حسيت فيها ان تيفيمو ممكن حتى ما يكملش الجوله ال 12 لانه كان بيتراجع للخلف وكان باين عليه الضعف. لكن للانصاف تيفيمو عمل بعض التعديلات في النص الثاني من النزال لما قرر ان هو يستهدف جسم شاكور بشكل اكبر. قدر ان هو يسدد بعض الجبات والضربات
المستقيمه باليمين على منطقه الوسط، وكمان حاول ان هو يضرب كبد شاكور بالهوكات، ولكن لانه في اللحظات دي كان هو اللي بيطارد النزال، فشاكور قدر ان هو بسهوله يتوقع هجماته. فلما كان بينزل على الجسم شاكور كان قادر مره تانية ان هو يرد عليه بالكاونتر او ينسحب بسرعه من نطاق الضرب وبعدين يتمركز تاني من جديد. وبسبب ده شاكور شاف ان هو لازم يفضل محافظ على نفس الاسلوب ده لحد اخر النزال، وغالبا لانه مش عايز يتلقى ضربات عشوائيه قويه، خصوصا ان لوبيز ملاكم ديناميكي ومندفع وممكن يطلق ضربات غير متوقعه في اي لحظه. فبالتالي شاكور لعبها بذكاء، وطبعا كان هيبقى جميل لو شفنا النزال ده بينتهي بالضربه القاضيه، لكن في الحقيقه انه كان متقدم بوضوح في بطاقات الحكام، فهو كسب 11 جوله من اصل 12 جوله. بشكل عام انا شايف ان النزال كان صعب جدا على تيفيمو من ناحيه الاسلوب القتالي، وبرضه مش شايف ان ابوه قدر يساعده في الزاويه كمدربه، فمدربه الاخر هو اللي كان بيقول له ان هو يركز على ضربات الجسم، لكن ابوه كل اللي كان بيعمله كان بيزعق له وبيقول له انت لازم تضربه، انت لازم تضربه، انت لو ما ضربتوش هتكره نفسك بكره. شخصيا كنت بتمنى اشوف ابوه بيديله نصايح عمليه اكتر زي اللي كان بيقدمها له مدربه التاني، لكن في رايي اللي دايما كان مسيطر عليه هو صوت ابوه، ولو كان تيفيمو واجه ملاكم الكاونتر باسلوب الكاونتر نفسه كنا ممكن نشوف حاجه تانية خالص، لكن تيفيمو كان بيتراجع للخلف في بعض اللحظات وما كانش قادر انه يطلق اي هجمات فعاله بسبب جاب شاكور وتغيراته المستمره في التمركز والزوايا، وده منعه من تكوين اي ايقاع قتالي جيد في النزال. وحتى لما كان بيلتزم بالهجوم ويحاول انه يسدد ضربات حقيقيه كان بيتلقى كاونترات قوية وسريعة في كثيرا من الأحيان. بشكل عام شاكور سيطر على النزال بالكامل باستخدام اليد الأمامية اللي خلت وش تيفيمو يبقى عامل زي الجزام، كل ده بسبب إن هو كان بيستخدم وضعية الفيليشيل أو الكروس جارد، وتقنيا ده ما ينفعش قدام ملاكم زي شاكور، كان دايما في فتحات واضحة شاكور قدر إن هو يستغلها. How important was it for you against a guy like Teofimo to be able to control those first few rounds and take the lead early on? Like I said, I watched the tape. I also told my team before the fight, I said they're gonna say I got one of the best jabs in the world tonight. And tonight I went out there and I just used my jab over and over and made it a weapon, and he couldn't stop it. And for the future young fighters that's coming up behind me, the jab is one of the most important punches, and I hope that they add that to their games too. وده بالظبط اللي بيخلي شاكور ستيفنسون مميز جدا، ان هو ببساطة بيعطل افضل نقاط قوتك من خلال ادارته الذكية للنزال داخل الحلبة، فهو بيعاقبك على اي خطأ او لحظة تردد تعملها، وده اللي بيخليه واحد من افضل الملاكمين في العالم بكل بساطة. صحيح ان الاساليب بتصنع النزالات، لكن واضح ان لوبيز دايما بيعاني قدام الملاكمين الشول، الملاكمين الانسيابيين اللي بيعتمدوا على الاوت بوكسنج اللي هو اللعب من الخارج، وشاكور هو قمة هذا الاسلوب. لكن بصراحة بقى كده شاكور ستيفنسون قدامه فترة مثيرة جدا وعنده خيارات كتير على الطاولة. بعد النزال مباشرة تحدى كونر بين، والحقيقة ان المواجهة دي في رأيي غريبة شوية. انا فاهم ان هي من ناحية تجارية ممكن تعمل فلوس كبيرة، لكن مثاليا كنت احب اشوفه قدام خصم من الصف الاول سواء في وزن ال 135 او ال 140 او ال 147. وعلى سبيل الميزان في وزن ال 135 عندنا سكوفيلد وموروتاليا وعبد الله ميسو، وفي وزن ال 140 عندنا دالتون سميث وراسل وهيتشنز، وفي وزن ال 147 عندنا ديفن هيني او راين جارسي. وبصراحه كده انا ولا بحب ديفن هيني ولا بحب راين جارسي، ونفسي اشوفه بيدغدغهم هما الاثنين. وطبعا النزال اللي نفسي اشوفه هو شاكور ضد تانك ديفيز، لكن بسبب مشاكله القانونيه الواد المشكله ده للاسف شايف النزال ده صعب جدا انه يحصل قريب، حتى ممكن ما يحصلش خالص. فبغض النظر عن ذلك العالم دلوقتي مفتوح امام شاكور، وانا متحمس اشوف التحديات القادمه اللي هيواجهها. اما بالنسبه لتيفيمو فانا مش شايف ان الموضوع انتهى بالنسبه له، اعتقد ان هو يقدر يرجع وبقوه بعد الهزيمه دي، لكن شايف ان الاسلوب ده تحديدا هو النوع اللي مش هيقدر يتغلب عليه ابدا. ومع ذلك برضه قدامه نزالات كبيره جدا في وزن ال 140، فبرضه هو لسه نجم جماهيري، ويمكن محاوله الفوز بلقب عالمي في وزن ثالث تكون خطوه ذكيه له، ولكن بصراحه الموضوع صعب عليه خصوصا مع الدور المسيطر جدا لابوه في الزاويه. اكيد هو مش مدرب سيء، لكن انا شايف انه محتاج صوت اقوى يعطيله نصائح عمليه وواضحه. وزي ما قلنا من شويه ان تيفيمو ملاكم بيعتمد على غريزته القتاليه، فهيكون محتاج مدرب يقدر ان هو يهندل الغريزه دي ويوجهها صح، مدرب زي كوتش مهنا كده ولا يقدر يفهمك ويوجهك صح وما يحسسكش بخوف او توتر، ويشوف نقاط ضعف الخصم ويشاور لك عليها ويقول لك بالظبط تعمل ايه، ويحارب الدنيا عشان انتوا الاثنين في مركب واحده.